شهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط أجواء حماسية استعبادا لمواجهة قوية تجمع بين المنتخب الجزائري والمنتخب السوداني ضمن مباريات البطولة القادمة. وبحسب مراسلين من قلب الحدث، فإن الفريقين أكملوا تدريباتهم النهائية وسط متابعة كبيرة من الجماهير والصحافة، فيما قام المنظمون بترتيبات أمنية وتقنية دقيقة لضمان سير المباراة بأفضل الظروف. وقد بثت كاميراتنا فيديو حصري قبل قليل من داخل الملعب يظهر الاستعدادات الأخيرة للملاعب، وصول الجماهير والطاقم الفني واللاعبين وهم يتهيئون للمواجهة. الأجواء كانت مزيجاً من الإثارة والتوقعات العالية، خاصة أن المباراة تعد من المباريات المهمة في الجولة الأولى للبطولة. كما أظهرت اللقطات الحصرية التجهيزات التقنية الحديثة داخل الملعب، شاشات العرض الكبيرة وأنظمة الصوت والإضاءة التي أعدت لتوفير تجربة مميزة للجماهير داخل الملعب وخارجه. من المتوقع أن تستقطب المباراة أعداداً كبيرة من المشجعين المحليين والدوليين، حيث ينتظرها عشاق الكرة في المغرب ودول شمال إفريقيا، نظير أهميتها الرياضية والتنافسية. ختاماً، يبدو أن ملعب الأمير مولاي الحسن أصبح جاهزاً بالكامل لاستضافة واحدة من أبرز المباريات، وسط أجواء من الحماس والترقب الكبير بين الجماهير، بينما يترقب الجميع صافرة البداية التي ستحدد أولى نقاط هذه الجولة.